السلام عليكم حبايبي. اليوم نشارك معكم وصفة جديدة اللي هي التقلية الدورة او الكرشة على حسب كل منطقة شنو كيسميو. وحنا مقبلين دابا على العيد الكبير، وباشركم مبروكة، الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة. نشارك معكم الطريقة ديالي. كنسلقها في الماء، غير كتطلق واحد الكشكوشة بيضاء، كنطفي عليها، كنصفيها، نغسلها كما كتبان لكم هنا في الصورة. انا كنغسلها صافي، وكنوجد المقادير اللي كندير ليها. كندير بصله، جوج بصلات مجلطين، جوج مطيشات حتى هما كنطحنها بقشورها مطحونه. غنقول لكم السر اللي كتجيب بنينه بزاف. كندير الملحه، البزار، السكنجبير، الكمون، مطيشات الحوك. كندير حامض مصير، حامضه، خرقوم، تحميره، وربع كاس زيت بلديه، حيتاش كيكون فيها اصلا الشحمه، يعني كتكون ميدمه. الا درتي زيت بزاف كتولي ميدمه بزاف. كنديرو الزيت في الطنجره ونديرو عليها. من الاسرار ديالها انها خاصها طيب بالزيت البلديه. كنديرو التقليه ديالنا من بعد ما سلقناها وغسلناها. كندير التحميره، الخرقوم، وكندير كاع المقادير الاخرين: الملحه، البزار، السكنجبير، والكمون. نزيد القزبور. هذا هو السر من الاسرار باش كتجي بنينه، هو القزبور يابس كيجي زوين في الطياب. البنات تجربوا تفكروني. من بعد كنشحرها شويه، نخليها تشحر. وعاد كندير الثومه، نسيتها، الثومه محكوكه، 3 ديال الضروس ولا 4 على حسب شحال عندكم ديال التقليه. ملي كنضيفو الثومه صافي، المهم غنشحرها، نشحر كامل مزيان باش تدخل فيه ديك العطريه مزيان. تدخل فيها العطريه مزيان. من راه العافيه كتكون مجهده، ما عادي تشحر لينا مزيان. هي كتبغي ما حد شحرات مزيان، ما حتى ديك العطريه كتشرب فيها مزيان. راه غنزيد حتى الربيع البنات، نسيتو ما قلتوش لكم في المقادير. كندير ديك البصله اللي قلت لكم، جوج بصلات متوسطين كبار مشلوضين مزيان، وكنشحرها مزيان معاهم. كنشحرها مزيان باش تدخل معاها هذيك العطريه كامل. من بعد عاد غادي نضيف المطيشه. انا كندير المطيشه بقشورها البنات، كنطحنها مزيان بقشورها، كنغسلها مزيان وكنطحنها بقشورها. فهادوك القشور كيجيني واحد المذاق بنين. كنشحرها مزيان، من بعد كنخليها تشحر حيت غتطلق الماء ديالها. خليها تشحر هكا واحد تقريبا 10 ديال الدقائق، ما كاملاش. كنعصر عليها حامضه، نص حامضه. المهم كاين اللي كيبغي فيها الحموضه بزاف، كاين اللي ما تيبغيهاش. انا كيعجبني فيها هذه نسمه الحامض، كتجي زوينه حامضه. عاوتاني كنعاودو نشحروها هكا مزيان. كتبان لكم كتطلق ديك المريقه ديالها حيت البصله والمطيشه غيطلقوا لنا الماء. نخليها تشحر مازال شويه. من بعد كنضيفها الربيع، قزبر ومعدنوس مخلطين. انا عندي في الفريكو دايره مصايبهم، كيكون عندي واجدين. الا خليتهم هكا طريين دغيا كيخسروا ليا. نخليهم عاوتاني تشحر شويه مزيان. انا راه باقي ما سديتش الكوكوط البنات، غير كنحط هذيك الغطا ديالها، غير كنحطو. من بعد كنضيف جوج معالق كبار ديال لاصوص طوماط. انا عندكم هذيك كونسونطري بزاف غديرها غير معلقه واحده، انا عندي هذه سائله صافي. وعاد كنضيفو الماء يكون غليان البنات، خاص الماء يكون غليان، ما يكونش بارد. الا كان بارد كتولي مكمصه، ما كتجيش مزيانه، ما تعجبكمش في المذاق ديالها. من الاحسن في الطياب هذا ديما كنضيفو الماء غليان، كنحركو شويه الماء، المهم كيفوتها شويه. يعني نكون ميزانه كما كيبان لكم في الفيديو
صافي هنا كنسد الطنجرة ديالي تقريبا 45 دقيقة. المهم الطنجرة كنسدوها غير كتبدا تصفر كنقص عليها عافية مهيلة ونخليها. هنايا درت الحامض مصير نسيت عدزتو، والزيتون البنات كيجي مع الزيتون احمر ولكن ما عنديش متوفر عندي هذا ديال الدار هو جا مزيان. صافي هنا من بعد ما انا طابت خلاها غير تشحر شويه واحد 5 دقائق وهي التقليه ديالنا واجده بالصحه والراحه. جربوها ما غتندموش، كتجي زوينه وغزاله، كتجي بنينه بزاف. وشكرا على المتابعه، وما تنسونيش من التشجيعات ديالكم ودير لايك ديالكم الا بغيتو